هو لازم أقارب المتوفي بعد وفاته يروحوا يطلعوا إعلام وراثة؟ أيوة. طيب ليه لازم نطلع إعلام الوراثة؟ لأن أنت من غير إعلام الوراثة مش هتعرف تتصرف في أي أملاك للمتوفي. يعني مثلا عد معايا كده الأماكن أو الجهات اللي لازم يكون معاك فيها إعلام وراثة علشان تستفيد من أملاك المتوفي. رقم 1 البنوك. لو المتوفي كان ليه حساب في البنك مش هيصرف أي حاجة ولا هيسمح لأي حد إنه يسحب فلوس إلا لما يطلع إعلام وراثة. 2 الشهر العقاري. لو في شقة أو أرض باسم المتوفي ومحتاجين تنقلوها أو تبيعوها لازم يكون معاكم إعلام وراثة علشان تثبتوا مين ليه الحق يتصرف فيها. رقم 3 المرور. لو في عربية باسم المتوفي علشان تنقلوا ملكيتها لازم برضو يكون معاكم إعلام وراثة. 4 شركات التأمين. لو المتوفي كان عنده بوليس التأمين الشركة هتطلب منكم إعلام الوراثة قبل ما تصرف المبلغ المستحق. 5 المحاكم. لو كان في قضايا مفتوحة باسم المتوفي المحكمة ممكن تطلب إعلام الوراثة علشان تكمل الإجراءات باسم الورثة. 6 جهات العمل أو التأمينات. لو في مستحقات متأخرة من شغل أو معاش أو تأمينات للمتوفي الجهات دي مش هتصرف أي حاجة من غير إعلام الوراثة. 7 ودي في حالات معينة لو ولي الأمر توفى المدرسة أو الجامعة ممكن هي كمان تطلب إعلام وراثة علشان يحددوا مين هو اللي ليه ولاية على الطالب أو الطالبة. يعني باختصار كده أي جهة حكومية فيها حق مالي أو قانوني أو ممتلكات باسم المتوفي لازم يطلبوا منك إعلام الوراثة.